وهنعمل النهاردة بقى السمك القمرة أو السواردية زي ما بتسموها ببلدكم. أحلى صينية سواردية أو قمرة في الفرن بطريقة السنجاري. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يا صباح الخير على أحلى متابعين وأجمل مشتركين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سمك القمرة. هنعمل سمك القمرة صينية في الفرن زي السنجاري كده، تبقى طعمها حلو قوي. اللي مجربهاش، اول حاجه طبعا هنجيب السمك ونغسله. طبعا بنغسل السمك الاول بميه ونقعه في ميه وملح، وبعد كده في ميه ودقيق. بعد كده بتحط على السمك معلقه طحينه. معلقه الطحينه دي بتشيل الزفاره من السمك، يعني تخلي السمك بتاعنا ملوش اي ريحه زفاره. اقول لكم بقى المكونات بتاعتنا على السريع كده. مكونات بسيطه جدا وعاديه وكلنا طبعا عارفين. اول حاجه طبعا ليمونتين عشان نعصرهم، فلفل اخضر، طماطم، جزر، شبت على كزبرة، بصل وتوم، بطاطساية. وهحتاج طبعا خل وزيت والتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وشطة وكزبرة وفلفل وكمون. أهم حاجة في السمك الفلفل والكمون والكزبرة. تمام. أول حاجة طبعا هنعمل التتبيلة بتاع السمك. هنعصر الليمونتين بتوعنا. طبعا السمك في الصينية بيبقى تحفة، يعني أي نوع سمك. هو عموما أنا من عشاق السمك، وفي ناس كتير بيحبوا الأسماك، مش ميالة أوي للحوم. السمك طبعا جميل جدا وصحي، بالذات الأسماك المشوية طبعا زي ما احنا عارفين. تمام كده. أنا عصرت شوية الليمون أهو. هحط معلقة خل، حبة خل صغيرين. السمك اللي معايا الكمية بتاعته مش كتيرة، طبعا مش هكتر نحط التوابل بتاعتنا. طبعا السمك لازم بتقطعيه كده من كل ناحية كام قطعة كده، عشان السمكة تتشرب التوابل والليمون، ويبقى لها طعم كده تاني. بس كده، ده كده السمك بتاعنا اهو. هسيبه شوية صغيرين على ما يشرب بس التتبيلة بتاعته، وارجع لكم تاني. تمام يا حبايبي، انا سبت السمك تقريبا ربع ساعة في التتبيلة. هطلعه بقى تاني، وشوية العصير اللي بقيت هحط عليهم. اول حاجة هنزل بالبصل والثوم. هدعكهم كده شوية عشان طبعا الثوم والبصل بحطهم تطلع كده من السمك. تمام. هنزل بالفلفل بتاعي، الشبت والكزبرة، الجزر. كمية الخضار دي طبعا على حسب براحتك، انت حابة تقللي حابة تزودي. طماطم. تمام. انا بقى في اي سمك بعمله بحب احط في الصينية شوية بطاطس. احط شوية من ده الاول كده. بحب افرش الصينية بتاعتي بطاطس. البطاطس بيبقى طعمه جميل جدا، ما بياخد من السمك.
وتوابل السمك بقى له طعم حلو أوي. هنرص الصينية بتاعتنا كده الأول، وهجيب بقى السمك بتاعنا هحشيه بالخلطة اللي احنا عاملينها ديت، وهنزل بقى كده بالصينية بتاعتنا. طبعا انت بتعملي اي كمية انت حباها، احنا عشان عددنا مش كبير، فطبعا هتلاقوا الكمية بتاعتنا قليلة شوية. بس كده. وهنحط بقى شوية الحاجات الباقية ديت كده في الصينية. هدخل طبعا السمك بتاعنا في ولا من فوق ومن تحت. شايفين كده الجمال بتاعه؟ ريحته طالعة جميلة جدا. احط من فوق كده شوية زيت. بس دي شكل الصينية بتاعتنا اهي. هدخلها الفرن وان شاء الله لما تطلع اوريكم شكلها عامل ازاي. احلى سمك سواردي او قمرة في الفرن بطريقة السمك السنجاري. استنوا. وده شكل السمك بتاعنا اهو بعد ما طلع من الفرن. شايفين الجمال؟ ريحة بقى مش عايزة اقول لكم، بجد تحفة. شايفين؟ اتمنى لو الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم متبخلوش عنها بلايك، مشاركة للفيديو ومشاركة في القناة. اشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله.